سقوط مدوي للأرسنال وليفربول يهدي مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي. أستون فيلا وجه ضربة قاسية للمدفعية، وكريستال بالاس يزيد من أوجاع كلوب ورجالته في المرحلة الحاسمة للبطولة. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي واشترك لي بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. تعرضت الأرسنال لهزيمة قاسية على أرضها من أستون فيلا بنتيجة 2-0، وسقوط ليفربول على ملعبه أمام كريستال بالاس بهدف نظيف في ختام الجولة الثانية والثلاثون. فانتزع مانشستر سيتي قمة الدوري الإنجليزي الممتاز مع بقاء 6 مراحل فقط على نهاية الدوري. على ملعب الإمارات أهدر الأرسنال فرصة استعادة القمة بعدما انتزعها السيتي عقب فوزه على لوتون تاون بنتيجة 5-1، عندما استقبل شباك الأرسنال هدفين متأخرين من ليون بيلي وأولي ويتكنز نجمين أستون فيلا في الدقيقة 84 والدقيقة 87، لتنتهي الجولة ويتراجع المدفعية للمركز الثاني برصيد 71 نقطة بفارق نقطتين على السيتي المتصدر. وتقدم الأرسنال بفارق الأهداف على ليفربول ثالث الترتيب، ليصبح السيتي المستفيد الأكبر من الجولة حيث بدأها الثالث وأنهاها على القمة، وسيكون بوسعه الاحتفاظ باللقب إذا فاز في المباريات المتبقية. وسجل بيلي الهدف الأول لفيلا بعدما استغل تمريرة عرضية من لوكا ديني من الجانب الأيسر وقابلها من مدى قريب داخل الشباك في ظل ارتباك دفاع الأرسنال. وقبل ما يفوق الأرسنال من صدمة الهدف انطلق وينكنز من وسط الملعب منفردا واستغل تقدم الحارس ديفيد وسدد كرة أرضية داخل الشباك بمهارة كبيرة ليحسم الأمور، وأنعش الفوز آمال فيلا في التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث رفع رصيده إلى 63 نقطة من 33 مباراة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن توتنهام. وفي الإنفيلد تعرض ليفربول لضربة جديدة في السباق على اللقب بالخسارة على أرضه أمام كريستال بالاس بهدف نظيف، ليتجمد رصيده ب 71 نقطة من 32 مباراة في المركز الثالث. بينما حقق كريستال بالاس فوزه الأول بعد 5 مباريات متتالية، خسر في 3 منهم ورفع رصيده إلى 33 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر، والهزيمة الثانية لليفربول في جميع المسابقات بعد سقوطه الكبير على أرضه أيضا أمام أتلانتا الإيطالي 3-0 ضمن ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها فريق المدرب الألماني يورجن كلوب الذي أعلن سابقا رحيله عن النادي في نهاية الموسم خسارتين على التوالي منذ سقوطه أمام ريال مدريد 1-0 ضمن ربع نهائي أبطال أوروبا 15 مارس 2023، ثم أمام مانشستر سيتي 4-1 في الدوري 1 أبريل، كما أنها الخسارة الأولى في الدوري على الإنفيلد منذ نوفمبر 2022 2-1 أمام ليدز يونايتد. وسجل بريتش هدف كريستال بالاس الوحيد بعد مرور 4 دقائق بعد سلسلة من التمريرات الأرضية القصيرة. وفشل دفاع ليفربول في التصدي لها لتهتز شباكه في المباراة التاسعة على التوالي. وفرط ليفربول في 5 نقاط من جولتين فقط من تعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد في الجولة الماضية والخسارة من كريستال بالاس، لتتراجع حظوظه بقوة في المرحلة الحاسمة. ولن يكون أمام ليفربول سوى أن يلوموا أنفسهم بعدما تسابق لاعبة الفريق في إهدار الفرص السهلة أمام كريستال بالاس، رغم الظهير روبرتسون أنقذ هدف محقق من على خط المرمى في نهاية الشوط الأول. كما أهدر الفرنسي جان فيليب فرصة الهدف الثاني للتعزيز بالنتيجة عندما ارتدت التسديدة من الدفاع. وحاول ليفربول في الدقيقة الثامنة عن طريق داروين نويز بتسديدة جميلة من بر المنطقة، ولكن الحارس تصدى له، وأضاع الياباني أندو فرصة التعادل بعد ما وصلت له الكرة وسددها تصطدم في العارضة في الدقيقة 27. كمان سدد دياز كرة قوية ولكن الحارس استبعدها في الدقيقة 29. وأجرى تغيير يورجن كلوب، نزل سوبوسلاي وكمان جوتا على أمل إنقاذ الموقف، ولكن جوتا أهدر فرصة سهلة أيضا، وكمان محمد صلاح أهدر فرصة. ورغم من سيطرة ليفربول لكنه خسر المباراة. وليفربول والأرسنال أهدوا الصدارة للسيتي. هل يفوز السيتي بالدوري أم الأرسنال أم ليفربول؟ قل لي رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.